90% من شغل الداتا مش AI ولا داتا اناليسز. في الفيديو ده تعالى اقول لك 90% من شغل الداتا يعتبر ايه. الحقيقة ان قبل ما تعمل داشبورد او تبني اي AI موديل، او ان انت مهندس بتطلع انسايتس محترمة او تحليل للبيانات كويس جدا ودقيق، لازم الاول الداتا تكون جاهزة. اغلب البيانات او الداتا اللي بتيجي من مصادر مختلفة زي اللوجز والاي بي ايز او حتى الداتابيزز بتبقى جاية على شكل رو داتا. ده معناه ان الداتا بتبقى جاية في شكل نويز او بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، ومحتاج ان انت تعمل عليها بري بروسيسنج او تحتاج تعمل عليها تحليل او تنظيف للبيانات ديت. هنا بيجي دور واحد اسمه الداتا انجينير. الداتا انجينير ببساطه هو بيجمع كل البيانات اللي من مصادر مختلفه، بيبدا يعمل عليها بروسيسنج وبيبدا ينظفها وبيظبطها في مجموعه ستيبس او خطوات بسيطه جدا. اول خطوه بيبدا يجمع البيانات من المصادر المختلفه ويخزنها في حاجه اسمها الداتا وير هاوس او الداتا ليك. تاني خطوة بيبدأ ينظفها ويحولها باستخدام السيكوال أو البايثون أو السبارك أو البانداز أو أي نوع من أنواع الفريم وركس أو التولز عشان يقدر يطلع منها البيانات النظيفة أو المستخلصة. تالت حاجة أو تالت ستيب بيبدأ ينظم بايب لاينز وورك فلو بحيث إن هو يبرمجها وتبدأ الورك فلوز ديت تشتغل بشكل مجدول علشان تستقبل البيانات الجديدة وتنظف وتعمل تجميع للبيانات بشكل اوتوماتيك. رابع خطوة وتعتبر الأهم فيهم كلهم وهو إن إحنا بنعمل كداتا انجينيرز داتا كواليتي ستيب، أو بنعمل حاجة اسمها تنظيف للداتا بتاعتك من الشوائب ومن المشاكل سواء كانت لوجيكال أو بزنس بروبلمز. لأن ببساطة شديدة لو الداتا غلط التحليل بيطلع غلط، وبكده كل الاعتمادية والبيانات والقرارات اللي ممكن تطلع بناء على هذا التحليل بيبقى غلط في غلط. وبالتالي الداشبورد اللي بتطلع بأرقام مضللة جدا، وبيبقى الديسيجن ميكر مش عارف فين الحقيقة وعايز يوصل للبيانات المظبوطة ومش عارف ياخد قرار. وهنا بالظبط دور الداتا انجينير. ببساطة شديدة بينظف الفوضى اللي موجودة في الداتا ويبدأ يسلمها للاي اي انجينير او للداتا اناليست انجينير لبيانات مظبوطة بحيث ان هو يعتمد عليها ويسجلها او يخزنها، سواء كان يمرن اي اي موديل او يحطها في داشبورد ويستعرضها للديسيجن ميكر او متخذ القرار. وبكده يبقى انت رفعت من مستوى الشركة ورفعت من مستوى نفسك. لو عجبك الفيديو تابعني واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.